جالنا سؤال على الصفحه: اعاني من الامساك وازاي اتخلص منه؟ اولا لازم نبقى فاهمين ان الامساك ليه كذا عوامل. اول حاجه، لو انا عندي امساك لازم اراجع طبيعه اكلي، انا بشرب ميه كويس ولا لا، باخد الياف في اكلي ولا لا، الطريقه الطبيعيه ان انا بعمل بيها حمام، الحاجات دي كلها تمام. جالي امساك باخد ادويه تساعدني على عمل الحمام. الادويه دي مبقاش فترات طويله، ده فتره صغيره واشوف التحسن بعدها. اتحسنت تمام، ما اتحسنتش يبقى لازم الجا للطبيب. الطبيب يبتدي يشوف، يسال اعراض: هل انت عندك مشاكل في سقوط الحوض؟ هل عندك مشكله في تاخر حركه القولون؟ هل عندك مشكله تشنج في عضله الاخراج؟ كل دي اسباب، وكل واحده من دول وليها طريقه علاج. في تمرينات اسمها تمرينات كيجل، تمرينات كيجل دي بتساعد على تقويه عضلات الحوض عشان تساعد ان انا اعمل حمام كويس، وتساعد كمان في التبول. مهم قوي ان المريض لو عنده سقوط حوض بيبتدي يعمل تمرينات كيجل. وفي دلوقتي حاجه اسمها بايو فيدباك، علاج طبيعي على عضله الاخراج. هو في علاج طبيعي على الحته دي؟ في علاج طبيعي على الحته دي، بالعكس ده بيحسن الموضوع جدا للناس بالذات اللي عندها سقوط حوض. مهم قوي ان انا عيان الامساك، انا عندي امساك باخد له الادويه، باخد له برجع طبيعه الغذاء الطبيعيه بتاعتي، الدنيا اتصلحت يبقى تمام. لكن الموضوع متكرر، لا مش هقعد اخد ادويه ملينه، لان ده بيبوظ القولون اصلا، بيبوظ حركه القولون اصلا. ان انا افضل اخد ادويه ملينه على طول، لا لازم ارجع للطبيب عشان يشخص انا عندي مرض عضوي، مرض وظيفي، ولا ما عنديش حاجه.